السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة بأحسن حال. النهاردة كده هنعمل مع بعض المصبوبة الصعيدي، أكلة كده شتوية وحلوة وجميلة وبتدفي طبعا كده، واللي ما يعرفهاش عايزين كده يعرفها معانا. طريقتها بسيطة جدا. طبعا كده هنبدأ نعمل لها الخميرة البلدي. طبعا احنا عملناها قبل كده في العيش الشمسي، وعملناها من بدايتها خالص، وقلنا تحتفظي بيها ازاي في التلاجة او في الفريزر. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كده مية دافية. طبعا كده المصبوبة الصعيدي الخميرة بتاعتها نفس خميرة العيش الشمسي. طبعا كده نزلنا بشوية مية دافيين، ننزل كده بحتة الخميرة الأم وندوبها كده في المية الدافية. طبعا زي ما قلت وريتكم في الفيديو العيش الشمسي، تصنعي الخميرة البلدي ازاي عندك في البيت. طبعا كده الدقيق ملهوش مقدار. المصبوبة الصعيدي دي اللي انت عايزاه تعمليه هنعملها كده من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده نعجن الخميرة. طبعا كده أكلة جميلة ناكلها كده، تاكليها كده بحاجات كتير، بسكر، بعسل، بالتقلية بتاعتها. هنعملها كده خطوة خطوة مع بعض بالطريقة الصح، وهقولك ازاي لو ما عندكش الفرن اللي انا هعمل فيها تعمليها كده من غير الفرن. طبعا كده هنعجنها كده كويس. طبعا كده خلاص الخميرة كده خلصت معانا. طبعا كده نلمها ونعملها كده كورة بالشكل ده. طبعا هنسيبها، هنغطيها كده بغطا، وبعد الغطا نغطيها كده بفوطة او اي حتة قماشة كده عندك تكون بتستعمليها، ونسيبها كده تخمر. طبعا كده انت هتعمليها من بالليل وتسيبيها كده تخمر للصبح، والصبح هنعمل عجينة المصبوبة الصعيدي مع بعض ونشوف طريقة تسويتها ازاي. طبعا كده الخميرة بتاعت المصبوبة الصعيدي بتاعتنا زي ما شايفين كده خمرت كده كويس. طبعا عملناها من بالليل واحنا كده الصبح. طبعا كده معانا الطبق اللي هنعجن فيه. طبعا كده الخميرة غطيناها الاول بغطا، وبعد كده بفوطة نظيفة او اي حتة قماشة كده عندك. طبعا ده الطبق اللي احنا هنعجن فيه. معانا كده مية دافية للعجن. طبعا كده ومعانا الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده الدقيق مش بنحدده بكمية، الكمية اللي انت عايزاها. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم نعجن. طبعا كده اقل كمية تبقى معاكي كيلو، مش هتبقى اقل من كده بالخميرة بتاعتها. طبعا تعجنيها كده بالراحة. طبعا كده ونعجنها كده من الاول عجنة كده حلوة. طبعا العجين ده متعة كده. نجيب كده شوية مية صغيرين. طبعا كده معانا خميرة فورية معلقة، ندوبينها كده في ربع كوباية مية ومعلقة سكر. طبعا كده وكان معانا معلقة ملح صغيرة على الدقيق بتاعنا. نجيب كده سنة مية تاني، نعمل كده دايرة في النص ونجيب الخميرة. طبعا كده وننزل بالخميرة بتاعتنا خمرانة كده كويس زي ما شفتوها قدام منكم. نبدأ كده ندخل الخميرة مع العجين. أكلة صعيدية بحتة.
زي ما قلت تاكليها كده بعسل اسود، تاكليها كده بسكر بودرة، تاكليها كده بالتقلية بتاعتها. نزلنا كده بشوية مية تاني. عملتها كده معاكم خطوة بخطوة من اول الخميرة، وانا عامله لكم الخميرة قبل كده زي ما قلت. ننزل كده بشوية مية. طبعا كده معانا معلقة الخميرة اللي احنا دوبناها في ربع كوباية مية دافية، معلقة صغيرة خميرة. لسه طبعا كده ما وصلناش للعجينة القوام المطلوب، لسه كده هنعجن حبة كمان ونضيف مية كمان، بس ما تضيفيش المية مرة واحدة عشان ما تكلكعش منك. طبعا العجينة كده ثابت معانا. طبعا كده لسه نضيف كده كوباية مية، نشوف كوباية المية دي هتظبط لنا الدنيا ولا نحتاج تاني. طبعا هنحتاج تاني، نضيف كده كوباية تاني ونص كمان، بس انت كده ضيفي بالراحة، ما تضيفيش كده الكمية اللي انا بضيفها عشان انا متعودة بعملها وعارفة بتحتاج مية قد ايه. طبعا كل كده على حسب نوع الدقيق اللي هتستخدميه، دي ينفع فيها اي نوع دقيق. طبعا العجينه كده بتاعتنا خلصت زي ما انتوا كده شايفين، ده قوامها. تعرف ان هي ظبطت ازاي؟ تنزلي كده صوابعك ترفعيهم، لو نزلت كده خط واحد تبقى كده هي تمام، لو اتقطعت منك تبقى محتاجه ميه. طبعا بالشكل ده كده هي تمام. هنسيبها كده تخمر في الشمس او في مكان دافي، ونشوفها ان شاء الله بعد ما تخمر، ونشوف طريقه الخبز بتاعتها ازاي. طبعا كده شايفين عجينة المصبوبة بتاعتنا بعد ما خمرت. هتعرفي ازاي انها خمرت؟ طبعا هتعلى معاكي بالشكل ده وهتعمل كده رغاوي على الوش، هتبقى كده هي خمرت وتمام. طبعا كده معانا الفرن مسخنينها وهنبدأ نسوي مع بعض. طبعا كده معانا شوية مية، عليهم كده معلقتين 3 زيت كبار، ومعانا كده حتة قماشة نظيفة تكون قطن نبلها في المية، المية اللي عليها معلقتين 3 زيت، ونعصرها كده كويس ونلفها كده على حتة عصاية، عندك عصاية مكنسة اي حاجة، المهم ايدها تكون طويلة، ونمسح بيها الفرن وهنشوفها مع بعض. طبعا كده معانا الفرن سخنة، والقماشة اللي احنا قلنا بليناها زيت ومية وعصرناها، ونمسح كده مسحة حلوة. طبعا كده خلينا الفرن بتاعتنا سخنت حلو وهديناها، ونمسح كده كويس عشان ما يلزقش معاكي. طبعا العصايه دي انا كده مخصصاها للفرن بمسح بيها. طبعا كده معانا العجينه بتاعتنا خمرت بالشكل ده، نبدا كده نملى في الكسرولة. طبعا كده معانا كسرولة بايد، وايدها كده تكون زي ما انتوا كده شايفين. طبعا كده زي ما شايفين هتبقى كده طويله شويه، ونملى كده وناخدها. طبعا كده ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم، الحجم اللي انت عايزاه بالشكل ده. طبعا كده ونملى تاني بالشكل ده. طبعا كده ونروح على الفرن لغايه كده لما نملاها كلها، ونسيبهم كده حوالي 3 دقايق يستووا، ونعلي كده عليهم من فوق
بس بكده هنسيبهم يستووا. طبعا كده المصبوبه بتاعتنا كده استوت. طبعا كده معانا المعلقه اللي احنا بنشيل بيها كده المكرونه او اي حاجه تكون كده طويله عندك. طبعا كده هي استوت. هنبدا كده نخرجها من الفرن. شايفين كده طبعا ده اللون المظبوط بتاعها. طبعا كده طلعنا كده كل المصبوبه من الفرن. طبعا كده مفيش اي حاجه لزقت. طبعا نكرر نفس العمليه. قماشه نبلها ونقصرها ونمسح كده بيها ونبدا نجيب عجين. نبدا كده ننزل بالعجين بتاعنا زي الاول. طبعا الحجم اللي يريحك كبير او صغير. طبعا كده هنقفل عليهم الفرن زي ما قلنا 5 دقايق يستووا ونخرجهم مع بعض. طبعا كده خرجنا الاول من الفرن. طبعا كده لازم كده الصينيه يكون عليها كده ملايه او فوطه عندك عشان ما يلزقش كده في الصينيه منك. طبعا كده ومعانا حته سمنه بلدي حلوه او ايا كان اللي عندك تدهني كده به الوش. طبعا كده سلام كده هي لو سخنه. وتاخدي كده واحده مع سكر بودره وتلفيها كده رول بتبقى كده في منتهى الجمال. طبعا كده هتسيبيهم يهدوا شويه الاول ليله كده ما تدهنيهم. طبعا عندك كده وفي حله او في صينيه هترصيهم كده على بعض وتغطيهم عشان تديك الطراوه المطلوبه. طبعا دول كده استووا. شايفين دول خدوا كده لون جميل معانا حلو كده سنه. طبعا عشان انت كده دهنها كويس هي ما بتلزقش منك. طبعا كده خلصنا كل الكميه زي ما انتوا كده شفتوا. طريقه سهله وبسيطه. شايفين كده اللون حلو. شايفين كده الطراوه. شايفين طبعا كده طراوه بسم الله ما شاء الله. طبعا كده لو دي شويه سكر بودره وتلفيها كده رول وتاكليها كده هي وسخنه تبقى حاجه كده ممتازه. اهم حاجه كده الطراوه فيها تبقى كده خمرانه كويس. شايفين الطراوه كده حبل لها اللون مجارك زي ما قلت. تاكليها بعسل بسكر بتقليه حاجه كده ممتازه. كلهم كده لونهم حلو وجميل. والطراوه شايفين جربوها بالطريقه دي سهله كده وبسيطه وعملناها من اول الخطوات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.